اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في قناة بيتك أحلى مع شيمو. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد. فيديو النهاردة هنستقبل بقى الركنة بعد التعديل وبعد التجديد. إن شاء الله الفيديو يعجبكم وهقول لكم على الأفكار اللي أنا عملتها وكمان الأخطاء اللي ممكن أكون بقع فيها، بس فديت نفسي المرة دي الحمد لله لحد ما. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش كده تحطوا له لايك حلو منكم وكمان كومنت جميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة بقى كده انا حبيت ان انا افضي الصالة خالص، ما اخليش فيها اي حاجة. واول حاجة واهم حاجة عندي ان انا افضي فيها الصالة هي السجاد، لازم اشيله لان يعني طبعا المرة اللي فاتت بعد ما كنت غسلاه وتعبانة فيه ونضفته داسوا عليه يعني بالاحذيه اعزكم الله، فبهدلت فيه عشان انضفه. يعني طبعا بيبقى قدام الكاميرا انا بوريكم بعمل ايه، لكن انا بفصل الكاميرا وبعمل اضعاف ما بوريكم، بس انا بوريكم بس للتشجيع او بوريكي الفكره تشتغل ازاي وبتعملي ازاي، لكن انا بفصل الكاميرا وبتعب فيه اكتر يعني. فقلت بقى ان انا اشيله خالص كده وما اخليش اي سجاد خالص في الدخله، وكمان عشان اكنس بقى الارض كده والمعها وتنشف معايا عشان خاطر الركن لما تيجي تتحط ما اقعدش ان انا احركها من مكانها. انا كنت حابه احط الركنه جنب الباب والسفره تبقى في الوش زي ما هي محطوطه، لكن قلت بقى من باب التغيير وكمان عشان خاطر انا لما اجي احط الاكل بحطه على البار واخده، لا خليتها بقى هي السفره تحت البار بحيث ان هي تبقى قريبه عشان احط عليها الاكل واشيل الاكل من عليها، يبقى بدل ما الف ادخل المطبخ. وخليت الركنه في وش الباب كمان عشان خاطر لما يكون في يعني ضيافه نساء ورجال ما يبقاش في وش الباب، يعني ميبقوش في وش بعض. لان كمان انا الحته اللي دخلت الريسبشن دي لسه ما لقيتلهاش حل، يعني هو في حل بس الحل ده مش هقدر ان انا اعمله دلوقتي. هو زي نظام برافان كده مفروض ان انا اعمله عشان خاطر يبقى فاصل وما يبقاش كاشف اللي قاعد هنا او هنا. فخليتها بقى هنا بحيث لو في حد يعني جالي يبقى قاعد بحريته شويه وما يبقاش حد كاشف التاني. بعد كده بقى جبت الحاجات بقى، هبدأ ان انا الم بقى الحاجات اللي على السفرة وكده لان انا هشيلها وهحطها في المكان التاني زي ما قلت لكم. طبعا الركنه ما خدتش وقت طويل قوي في الشغل لان هي كان فيها حاجات بس بسيطه. طبعا الظهر كان محتاج التقويه، الخشب من تحت كان محتاج ان هو يقويه برضو لان كان اتكسر. الاستك طبعا كانت شال خالص، انا كنت كمان حابه الغي فكره الاستك خالص، واي حد انصحه بصراحه بان هو يلغي فكره الاستك دي تماما. وبيبقى فيه طبقه خشب كده بتتحط بتبقى اقوى بكتير من الاستك وبتبقى ما بتفلتش بقى ولا كلام من ده. الاستك على فترات بعيده بيبدا ان هو يفلت معاكي وبتضطر ان انت تشيلي كل الكلام ده وتفوري القماش وتشيلي الاسفنج، فمع فتره بعيده بيفلت معاكي وبيبوظ، لكن الخشب اضمن بكتير. هنا بقى كان خلاص الركنه وصلت واللون بتاعها اتبسطت جدا ان هو عجبني لان انا كنت مقلقه منه شويه، بس طلع ما شاء الله يعني جميل جدا وماشي مع المكان عندي وكمان قريب شويه يعني ماشي برضو مع السفره. وحتى الستاير القديمه اللي عندي لما ارجع هحطها برضو هيمشي معاه، وكمان كان حلو قوي مع السجاده برضو ماشي معاها الحمد لله يعني طلع جميل. الخامه اللي انا الايام دي بعملها في اي حاجه هي خامه الجلد المقلوب، يعني خامه الجلد المقلوب دي انا عاملاها يعتبر كده دي تالت ركنه يكون عندي الجلد المقلوب. مفيش غير ركنه واحده بس اللي هي في غرفه الاطفال اللي هي الصغيره دي، هي الخامه بتاعتها مختلفه بس القماش بتاعها برضو حلو مش وحش. طبعا انا ما غيرتهاش لان هي الاستيك بتاعها كويس والاسفنج بتاعها تمام والخشب بتاعها قوي مش محتاج اي تعديل. هي القطعه بس ديت القطعتين دول اللي كانوا محتاجين. خامة الجلد المقلوب انصح اي حد بيها، بتتمسح عادي وممكن احيانا كمان لو في بقعة او حاجة وقعت عليها بغسلها ما بتبهتش ولا اي حاجة. الخامة بتاعتها حلوة جدا. ده بقى شكل الركنة بعد ما عدلتها. انا طبعا كل التعديل اللي عملته فيها الاستيك زي ما قلت لكم، وكمان الاسفنج اللي كان موجود هو انا ما غيرتوش، انا بس خليته عمل فيه تعديل ان هو حطه تحت القماش. يعني هنا في فاصل كده، ده الفاصل ده اللي هو بتاع اللي كان موجود الاول في القماش الاول في الاسفنج الاول. حطيته بيحط فوق منه طبقة كده سفنج رقيقة جدا وبيبدأ ان هو يكسي بالقماش، ودي افضل بالنسبة لي واريح صراحة من فكرة ان انا كل شوية اشيل واحط وانضف تحتيه. كمان الظهر عملت فيه حاجة بسيطة خالص، ما حبيتش طبعا اعملها على القطعة الاسفنج من تحت مكان ما بنقعد لان الفكرة دي طلعت فاشلة خالص وكانت تجربة فاشلة معايا صراحة. غير في حاجتين لو انتي بتعمليها على مكنة، لو هو بيعملها على المكنة بتبوظ وبتفك، لكن لو القماش منه فيه بيبقى فيه الشكل ده او التطريز ده لا بيبقى شغال معاكي عادي وتمام. فانا عملت في الظهر بس وسبت الدنيا كلها الباقية دي كلها سادة. هنا بقى ده القماش كده اللون من قريب هو لون كافيه او من لون البيجات الفاتح.
تمام. هبدأ بقى، انا عملت بس تلاتة كوشن بس من نفس لون القماشة، والباقي خليته نفس اللي كان عندي، لان هو هيمشي معاه، وكمان لانه جديد لسه عاملاه من قريب فما كانش محتاج تغيير. فالتلاتة اللي انا عملتهم بس كده عشان خاطر يعني ايه اطعم بيهم بس الركنة يمشي معايا مع المخدات التانية. كمان حطيت اللي هما الفرو دول عشان خاطر يعملوا تغيير شوية، وكمان عشان خاطر هيبقوا مع المفارش اللي هحطها. وده كده شكل الركنة بقى بعد ما خلصته في النهاية. اللون بتاعها طلع جميل جدا الحمد لله وعجبني، وكمان الحمد لله يعني انا مبسوطة جدا ان انا عملتها. ده كده بقى الشكل بتاعها اهوت. دول بس 3 اللي انا عملتهم زي ما بقول لكم، والاسفنج زي ما هو ما غيرتش فيه حاجة. ده كده الشكل بتاعها بقى بعد ما خلصت خلاص. هنا بقى هحط البف، وكمان هحط الترابيزه. الورد ده كان الزهريه دي كانت في الريسبشن، بس انا جبتها يعني ايه من باب بقى ان انا اجدد كده واغير في المكان شويه. كمان الرجول بتاعتها كانت معدن، فانا غيرت الرجول المعدن وحطيت رجول خشب، لان هي بتبقى افضل بكتير من المعدن. المعدن كان بيخربش معايا السيراميك وكان بيبهدله. وحطيت بقى البف ده طبعا مش بيتقعد عليه، ممكن بس يعني لو طفل صغير كده انا ببقى حاطه، بحب ان انا احط عليه مفرش وزوريه ورد صغيره، ومش بستخدمه يعني. ممكن لو طبق فاكهه حاجه خفيفه، عشان لو حاجه سخنه بخاف ان انا احطها عليه. هنا بقى هحط الترابيزه دي الترابيزه بقى اللي لما بيكون في حد بحط عليها الحاجات. هحطها هنا كده جنب الركن تبقى قريبه، بس ما عجبنيش شكلها في النهايه برضو غيرت. انا ما بثبتش على حاجه ابدا، نفسي احط الحاجه في مكانها وما اقعدش ان انا اغير كل شويه. بس وسواس يا جماعه، نفسي اخلص من الوسواس اللي عندي ده. انا بقى لقيت الورد احمر ودي حمرا، قلت لا ايه ده كله احمر كده، لا مش هينفع، فشلت برضو بعد كده. ما بسيبش حاجه في مكانها ابدا. اي غيرتها زي رجعت غيرتها تاني، وخدت الزهرية حطيتها جنب السفرة جنب الباب. وده كده بقى شكل الصالة في النهائي خالص بعد ما خلصت الحمد لله، وشكل الركن النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب كده ان شاء الله يكرم كل حد بكل حاجة نفسه يعملها. ده كده شكلها الحمد لله، كل حاجة متناسقة مع بعضيها، وكنت خايفة اللون يطلع شوية مختلف عن الحاجات اللي عندي، بس الحمد لله ماشي مع السجاد. وكمان انا كنت لما بختاره بيمشي مع الحاجات اللي موجودة عندي واللي بغير فيها. يعني السجادة دي اصلا بتاعت غرفة النوم مش بتاعت الصالة، بس انا بغير كل شوية، فالحمد لله اللون يعني الى حد ما ماشي مع كل حاجة عندي. ما تنسوش بقى تحطوا لايك كده تشجيعا منكم، وكمان عشان خاطر مبسوطة بالركنة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.